موقف تركي آل الشيخ من تصرف رونالدو الأخير. وإذا كنت من متابعي نادي النصر السعودي والأسطورة كريستيانو رونالدو، يجب عليك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أخبارهم فور نزولها. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف تركي للشيخ من تصرف رونالدو الأخير. تتجه لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسب ما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية منذ قليل اليوم الاثنين إلى إيقاف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر مباراتين بسبب سلوك غير رياضي. وكان رونالدو أثار الجدل في الوسط الرياضي السعودي أمس الأحد بعدما أقدم على تصرف غير أخلاقي أثناء احتفاله بأحد أهداف النصر في مرمى الشباب خلال المباراة التي انتهت بفوز رفاق لويس كاسترو. وذكرت صحيفة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع إكس أو تويتر سابقا أن لجنة الانضباط تتجه إلى إيقاف رونالدو مباراتين مع فرض غرامة مالية بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة الشباب والنصر. وأكدت مصادر مقربه من تركي آل الشيخ إنه وجه رساله لرونالدو يؤكد فيها أنه يجب عليه ضبط النفس وعدم التصرف مرة آخر مثل هذه التصرفات وتجاهل ما يدور حوله. وفي سياق متصل وعن ذلك قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: هذه حالة استثنائية. لجنة الانضباط سوف تنظر في اللقطات المنقولة عبر الجوال في قضية كريستيانو رونالدو، لكنها لن تفعل ذلك مستقبلا مع أي لاعب. الفراج شدد على أن لجنة الانضباط ترى بأنها إذا نظرت في لقطات الجوال مستقبلا لإصدار عقوبتها سوف يتحول الأمر إلى استقصاد للاعبين من الجماهير، لذلك قررت أن تكون واقعة رونالدو استثنائية. وتفاعل عدد من الإعلاميين المنتمين لقلعة العالمي مع معلومات وليد الفراج، حيث كتب صالح الفهيد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس قائلا: لوائح وعقوبات مفصلة على مقاس لاعبي النصر فقط. الفهيد أضاف ساخرا: لوائح تنفتح استثنائيا لمعاقبة قائد النصر وتدعم الجوالات وتغلق تلقائيا أمام حالات اللاعبين غير النصراويين، قانون يتمدد بالكشنة وينكمش بالبربرة. أما الإعلامي متعب بن عبد الله اعتبر أن هناك حرب تشن ضد نادي النصر ونجومه خارج المستطيل الأخضر، مطالبا جماهير الفريق بالاتحاد معا لمواجهة ما يتعرض له ناديهم. جدير بالذكر أن القانوني الرياضي أيمن الرفاعي رئيس الانضباط السابق أكد على أن اللوائح تعطي اللجنة حق التدخل من تلقاء نفسها في مثل واقعة كريستيانو رونالدو إذا كانت تظهر في الناقل الرسمي أو إذا كانت هناك شكوى من أي جهة بالأدلة.